السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. دلوقتي معادنا مع اقوى الجولات وجولة داخل وكالة البلح، تحديدا كده يوم الاحد، والمكان بالظبط كده اول ما نخرج من جراج الوكالة اللي بيكون موجود فيه كل محتويات السوق من اطباق، وكمان عندنا ملابس برضو بتبقى موجودة، عندنا حاجات كتيرة جدا بتبقى داخل الجراج. بره الجراج بقى واكل وحاجات كتيرة جدا بره الجراج بقى هنلاقي المكان ده، واحنا متجهين كده داخل شارع 26 يوليو. يعني هنفضل ماشيين كده مع بعض. طبعا هيقابلنا حاجات كتير، ملابس كتير، هيقابلنا كمان الذهب الصيني والستانلس، هنشوف اسعار الحاجات دي رينجها كام، هنشوف برضو الشنط اللي قابلتنا اللي عندي زكي السماك سعرها الاسبوع ده كان كام. كل حاجة هنشوفها مع بعض دلوقتي حالا بالتفصيل. الجواكت زي ما شفنا، جواكت الاطفال اللي بدأنا بيها، في ستاند كان ب200 جنيه وفي ستاند تاني اهو 50 جنيه. كمان هيقابلنا غير اللبس الاطفالي لبس حريمي، عبايات، وكمان لبس الرجالي او الملابس الرجالي، شميزات بقى وجواكت وحاجات كتير. بصوا احنا هنمشي مسافة كبيرة قوي، هوريكم جميع بقى الاسعار في المنطقة. بصوا احنا اهو خرجنا بره الجراج، بصوا الجراج هناك اهو، واحنا هنا بداية من المنطقة دي. من اول حاجة هتقابلنا معانا هنا برضو شوية لبس شتوي موجودين. طبعا كل اللبس اللي موجود ده لبس ماركات كله زي ما احنا متعودين من الوكالة. اللبس سعره هنا 150 الاطفالي، سواء سويتشيرتات، بلوفرات، حاجات زي كده يعني. تمام. نيجي بقى هنا للجواكت دي، جواكت رجال بس مش محطوط عليها سعر. تمام كده اهو. حابه اقول لكم حاجه بقى، الناس اللي كانوا بيسالوني عن اللبس الرجالي انا بلاقيه بالصدفه، لانه احنا في الشوارع كده بلاقيه معايا بالصدفه. تمام، مش بركز عليه ولا حاجه. اهو بص 400 جنيه بالنسبه للسويت شيرت الرجالي. طبعا احنا مصورين ملابس رجالي في مناطق تانية وباسعار تانية، بس انا شايفه بصراحه كده عشان اكون يعني صادقه معاكم، مش عاوزه بقى اعمل بقى يعني ايه، مش عارفه اقول لكم افسر لكم الكلام ازاي، ان هو يعني اعمل بقى ان انا معاكم بقى السعر هنا عالي والسعر هنا رخيص. لا بصراحه الستاند ده اللي هو ب400 ما شاء الله اللهم بارك كالجديد، يعني اللبس فيه كأنه بالتيكت يعني بجد. هنا بقى سعر الجواكت دي سعرها كان 500 جنيه، الجواكت دي حريمي. تمام، هوريكم برضو هنا في شوية حاجات كده حريمي ملابس. بصوا اللي هي البلوفرات والبلوزات 200 جنيه. انا مسرعة في المنطقة دي لان الناس في المنطقة مش عاجبهم حكاية التصوير خالص، يعني اللي هم البياعين نفسهم. تمام، ففي الاول كانوا موافقين، بعد كده مش موافقين. هنا 300 جنيه بالنسبة للبناطيل دي. هنا في برضو شوية ايه، عارفين اللي هي بليزرات كده موجودة. هيقابلنا برضو زي ما اتفقنا حاجات يعني متفرقات كده. هنا الميداليات دي، اي ميدالية ب10 جنيه اي واحدة. بصوا اللي هي اللي عاملة زي الكاندي، كنزات كتير. وهنا 25 اللي هو البونيه ده ب25 جنيه. قابلنا ايه تاني هنشوف مع بعض. بصوا عامله لكم جمله، الجوله دي حلوه قوي هتعجبكم يعني. فللذهب الصيني او الاستانلس ده هسيب لكم البياع يقول هو، علشان ممكن اتلخبط في حاجه او كده، وارجع لكم تاني نكمل الجوله مع بعض. سامحوني يعني على الصوت وعلى اللخبطه، لان انا عندي دور برد شديد جدا. ربنا يشفينا ويشفي مرضى المسلمين يا رب. ولا 50 الحاجات دي ستانلس ولا صيني؟ بكام؟ كام الحلقان ده؟ دي ب 30 جنيه. بس ده صيني ب 30. ده صيني، الصيني ده ب 30. ماشي، ده صيني ب 30. فين الستانلس طيب؟ ده بقى ستانلس. بكام الستانلس ده؟ 50. ده ب 50 جنيه. دي اسعار كل يوم ولا لحد بس؟ كل يوم. تمام. وعندك بقى انسيالات. ستانلس زي كده ب 150. ستانلس يا جماعه متغيرش خالص. عندك ايه تاني ممكن نتصور بقى؟ ده كله ده ستانلس الاساسي. كل ده ستانلس. تمام. الستانلس دي كلها ستانلس. ماشي، السلاسل اللي برنج من اول كام؟ نسبة من 100 الستانلس. حاجات زي كده. راجل بديل 130 150 120. ماشي. عندك الحلقان الكبيرة دي بكام؟ 75. ودي الحلقان دي بكام؟ دي
دي ب100. امال ديت صيني ولا ايه؟ صيني ده الستانلس صيني. منه ب100 والستانلس ده ب100. ماشي. ده ب100. ده ب100. زي ما شفتوا معايا كده بالنسبة للحاجات الجميلة دي اللي هي الستانلس والذهب الصيني، الاكسسوارات دي كلها بتبقى موجودة برضو في الشارع ده اللي هو بصوا اول ما تخرجوا من الجراج كده كأنكم ايه رايحين على ناحية زكي السماك، وبالعكس لو انتوا خارجين من ناحية زكي السماك ومتجهين ناحية الكورنيش بتلاقوا الراجل ده او الولد ده بيبقى واقف بالحاجات اللي احنا شفناها مع بعض دي. هنا بقى الحاجات دي اللي هي الشنط بتبقى موجودة جنب زكي السماك بالظبط. كل يوم بيبقى واقف بالستاند بتاع الشنط ما عدا يوم الاحد، بيبقى فارش كده على الرصيف وبيبقى حاطط الشنط دي. والنهارده اسعارها طبعا المحافظ اللي انتوا شفتها دي 20 جنيه، بس كان فيها تقشير بسيط، يعني في حاجات حلوه وفي حاجات فيها تقشير بسيط 20 و25. وهنا الشنط في حاجات ب150 وفي حاجات ب100 جنيه، يعني على حسب حجم الشنطه وهو اللي بيقولك بقى يعني. بس الرينج هنا طبعا الشنط دي غير الشنط اللي انتوا بتشوفوها في اي مكان تماما. الشنط دي اللي هي الجلد النظيف، الماتيريال بتاعتها حلوه قوي، فاهمني؟ يعني الخامه حلوه قوي ما شاء الله، كلها جديده مش مستعمله تماما، علشان تبقوا عارفين الفرق. دي حاجه عارفين اللي هي الحاجات المستورده، دي حاجات مستورده، ولكن بتبقى مثلا حاجات متبقيه معايا طول الاسبوع مثلا. في حاجات بتبقى فيها ديفو بسيط قوي، يعني حاجه وقعت عليها سوسته بايظه مثلا، بس مش يعني في الغالب بتبقى سوسته مش بايظه الحمد لله، يعني الحته دي ما بقعش فيها كتير. في مثلا حاجه في الاكسسوار بتاع الشنطه واقع كده يعني. تمام، نيجي بقى هنا نبدا مع بعض نكمل جولتنا عن الملابس. زي ما انتوا شايفين ده ستاند اهو 125 سويت شيرت. احنا كده مبتدئين من اول هنا بلوزات اهيت حريمي جميله جدا ما شاء الله ب100 جنيه. ده شتوي شتوي بقى جامد يعني، مش خريفي ولا نص نص وكده. هنا برضو البنطلون ده ب150، وقابلني قدام كده شوية برضو بنفس السعر ده اللي هو بتاع البيتي ده، حاجات بيتي. بناطيل دي للبيت على فكرة، بناطيل وشراويل ولجنات بتنفع تكونوا منها زي ما اتفقنا قبل كده ترنج كده او بيجامه للبيت. بصوا قطعة من على الستاند ده وقطعة من على الستاند ده هتكوني طقم على بعضه كده بيتي حلو ومحترم ب300 جنيه. الخامات رهيبة فخمة جدا. بالنسبة للاستندات دي طبعا احنا متعودين الحاجات دي تبقى موجودة فين، الناس اللي متابعاني عارفين وهيكتبوا دلوقتي في الكومنت قبل ما اقول على طول. احنا المكان ده متعودين ان احنا بنلاقي الاستندين دول عند الشبل، ماشي، محلات الشبل اللي هي قصاد مدرسة ابو الفرج. تمام كده. هتلاقوا دايما عنده الاستندين دول بيبقوا محطوطين كده، واحد عليه القطعه اللي هي بتبقى فوق دي، والقطعه التانية اللي هي البنطلون. بتقدروا تكونوا من هنا قطعه من على الستاند ده على قطعه من الستاند ده، تعملوا بيها طقم رايق كده للبيت حلو جدا. وزي ما انتم شايفين اظن واضح شويه الخامات قد ايه ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. الاتنين على بعض ب300 جنيه. وعلى فكره الحاجات ديت جديده بالتيكت بتاعتها. تمام، على ما اعتقد اغلبيتها مش كلها يعني، اغلبيتها بالتيكت. تمام، هو بيبقى حاططهم كده وبيبقوا موجودين طول ايام الاسبوع على فكره، مش يوم الاحد بس. وكل الحاجات اللي انتوا بتشوفوها معايا النهارده بتبقى موجوده طول ايام الاسبوع. ولو عاوزين نصيحتي انزلوا يوم الاحد او يوم الجمعه، اليومين دول علشان تشتروا لبس. لو انتوا حابين تشتروا لبس يا اما يوم الجمعه يا اما يوم الاحد. بس انا بصراحه يعني بنصح الناس اللي بتبقى مش فارق معاها السعر قوي قد ما فارق معاها الستايلات او الحاجات اللي بتبقى نازله جديد، تنزل يوم الجمعه افضل. بعتذر لكم تاني عن صوتي لان انا عندي دور شديد جدا، بس انا والله ما حبيتش ان انا اقصر بقى وما نزلش الجوله بتاعت النهارده. هنا بقى لبس اطفالي اهو تقيل شتوي ب75 جنيه. هنا برضو ستاند تاني عنده ب75. كل ده دايما بحب اصور لكم الاستندات دي وانا ماشيه كده، علشان بصراحه بيعجبني اللبس عند الشبل وبيعجبني جدا اكتر الاسعار عن اي حد تاني حقيقي يعني. تمام كده. دي بقى شويه حاجات كده تخص الملابس الرجالي. زي ما انتوا شايفين البوكليتات تقريبا اسمه بوكلت او بروفال، مش عارفه انتوا بتسموه ايه. سعره جميل اهو زي ما احنا شايفين. وهنا الشراويل ب150. ويمكن انا قلت لكم في جوله قبل كده الشراويل بالذات اعتقد هم متفقين على سعرها في الوكاله، موجوده في جميع المناطق بالسعر 150 جنيه ما عدا منطقه واحده كانت مزوده ستاند عليه سعر 200 او 250. بصوا سويت شيرتات قمر دي كلها جديده بالسعر اللي انتوا شفتوه ده 250 جنيه، جميله جدا. تمام. فما عدا واحد بس، الستاند واحد اللي هو الشراويل الرجالي دي كان سعره 250 تقريبا، بس كانت الخامة مختلفة تماما عن باقي الاستندات. يعني هو كان جنبه ستاند برضو ب150 زي باقي المناطق، وفي نفس الوقت الستاند الغالي ده.
تمام كده. تعالوا بقى هنا السويت شيرت ده، هنا مجموعة بلوزات وسويت شيرتات كده ب150. دي حاجات ماركات كلها، زي ما احنا عارفين شغل الوكالة كله بيبقى ماركة، في منه الجديد بالتيكت وفي منه المستعمل استعمال خفيف وفي بقى المهلوك، في كل حاجة يعني عشان تبقوا عارفين. بس طبعا الحاجات اللي بتبقى مهلوكة ما بتبقاش محطوطة على استند بسعر معقول يعني، او سعر، لا بتبقى بسعر بخيس جدا يعني، عشان نبقى في عدل في الكلام بتاعنا. هنا برضو الجواكت الاطفالي دي ب100 جنيه. طبعا جواكت الاطفال هتلاقوها باسعار مختلفة كتيرة جدا جدا، بس انا اعلى حاجة قابلتها كانت 150 جنيه بالنسبة، قصدي 250 جنيه بالنسبة للملابس او الجواكت الاطفال. هنا بقى الستاند ده عسل قوي، عليه شوية كده بلوزات حريمي وبروفالات حاجات وشيميزات برضو، حاجات جميلة جدا. اعتقد ده موجود ناحية، عارفين اللي هو مسجد العاشر من رمضان. انا قعدت المرة اللي فاتت اقول لكم فكروني قبل ما نوصل له بشوية، هتلاقوا الاستندات دي 150 جنيه، سعر برضو معقول مش وحش. تمام. في حاجات يا جماعة بيبقى محطوط عليها السعر مناسب ليها، يعني هتلاقوا سعرها صح، لا هي تستاهل السعر ده. وفي حاجات بيبقوا مقفورين، واحنا نقدر طبعا من خلال ان احنا بس بنبص على الحاجة كده ونمسكها كويس، نشوف لو فيها ديفو او حاجة هنعرف احنا هناخد الحاجة ولا لا. هنا بقى الجواكت الاطفال دي زي الفيست كده، قط كده يا جماعة، دي ب200. وبرضو هنا شوية سويتش اسمها ايه، سلوتات. تمام، حلوين جدا، في منهم خروج اللي هو بيبقى الووتر بروف والحاجات دي، قطعه زي كده مثلا ب200 جنيه، حلوه قوي قوي قوي، اللهم بارك، متبطنه بفرو، فدي هتغنيكوا يعني. عارفين ليه القطعه دي؟ خلاص كده جبتي لبس خروج رايق للطفل اللي هو البيبيهات يعني. تمام. هنا برضو ب200 جنيه نفس الحاجات اهي، دي جواكت برضو نفس السعر. نتمشى مع بعض ونشوف هيقابلنا ايه تاني. هنا بالنسبة للصيفي، الناس اللي قالوا لي هو الصيفي اتشال ولا لا، شايفين البلوزة دي؟ انا شفتها في جولة قبل دي كمان، مصورها لكم يمكن، بس ما كانتش على اول الستاند. خليكم مركزين بقى عشان انا فاكرة البلوزة دي لانها كانت عجباني بصراحة شوية، بس مقاسها بقى صغير يعني. هنا بالنسبة لللبس الصيفي في تصفيات لسه موجودة في الوكالة، بس مش بقت كتير زي الاول. سعرها 35 هتلاقوا، في حاجات ب65. اعلى حاجة في الصيفي تقريبا اللي قابلتني كانت 65. هنا 75، شوفوا 75 جنيه. ده استند ملابس شتوي حريمي، فيها حاجات حلوة على فكرة. لو زي ما اتفقنا بيبقى عندنا شوية صبر كده هوت، واحنا بندور على الاستند هنطلع من عليه حاجات لقط وتحف. تمام كده. هنا برضو بصوا معايا، هنا ب125. اعتقد هنا اللبس تقيل شوية، كان اتقل شوية من الحاجات اللي فاتت. ولو ان والله في برضو قابلني ستاند كان ب100 فات، يمكن كان سعره حلو، وكمان اللبس اللي موجود عليه كان فعلا لبس محترم كده شيك وقيم برضو. تمام. هنا بصوا اول قطعة على الستاند ده كانت بالتيكت اهي. انا مش عارفة اصور قوي صراحة، لان الناس الاسبوع ده كانوا رافضين التصوير شوية، علشان تبقوا عارفين معايا اللي بيحصل. يعني لما ببقى مقصرة معاكم شوية في التصوير بيبقى بسبب والله بيبقى سبب البياعين اغلب الوقت. تمام. هنا 50 جنيه شوية تيشيرتات كده حلوين برضو. وهنا في شوية بلوزات صيفي ب65. انا بوريكم سريعا كده علشان يعني الجولة دي تشمل الشارع كله. هنا برضو 25 صيفي. حاولت كده اوريكم كام قطعة، الشكل العام يعني اللي استند عليه ايه. شوية بلوزات صيفي سعرهم وشميزات كان سعرهم 25 جنيه. وفي هنا برضو بناطيل ب65، حاجات مختلفة متفرقات. وفي حد بيبقى قاعد كده بحزمة، الحزام او البلت. عارفين هنا كانت بتبقى قاعدة بشباشب كده على الارض، بس هي غيرت بقى وبقت بتجيب حزام زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى الشنط دي، الشنط الراجل بيقول اي واحدة ب100 جنيه. هوريكم واحدة كده واحنا ماشيين برضو، اللي مش بيحب ان احنا نصور ما بتقلش عليه وبمشي على طول. تمام. بصوا الشكل اللي انتوا شايفينه ده، مجموعة برضو حلوة من الشنط هتقضي الغرض. يعني لو احنا ما بنهتمش بالعارفين الماركات والحاجات دي، يبقى الشنطة دي هتقضي الغرض ب100 جنيه بس، حلوة في ظل الاسعار المرتفعة في كل حاجة. هنا 45. البوكسات دي قابلتني قصاد المتحف كده تقريبا، او اللي هي المتحف المركبات او حاجة زي كده مش عارفة. فيها حاجات رجالي. وهنا 55 بالنسبة للبوكسر، يعني البوكسر 55 تقريبا. القطعة التانية دي ب100 ب45.
تمام كده. هنا في بناطيل او شراويل ب125، هنا 75 بالنسبة للقطعة اللي انتوا بتشوفوها دي برضو لبس حريمي. وهنا سويت شيرتات. هنا بقى بصوا 50 جنيه دي البرا، الملابس الداخلية اللي انتوا هتشوفوها دي اي قطعة فيها ب50، ولكن كلها طبعا ماركات. دي بتبقى بالة كده جاية على بعضها كده، عبارة عن ايه، ملابس داخلية بس. فهو بيسعرها بالسعر ده، بيبقى في المتوسط، كلهم بيبقوا ايه، بيلفوا حوالين السعر ده، يطلعوا حاجة بسيطة ينزلوا حاجة بسيطة، ولكن كلها بتبقى قريبة من سعر ال50 جنيه. تمام. في بقى حاجات بتبقى ايه، عارفين، مهلوكة شوية او يعني مش مقاساتها مش حلوة قوي، فبتبقى سعرها اقل، ممكن ب25 وب15 وكده يعني. وان شاء الله باذن الله هحاول ان انا اصور لكم قريب جدا في مكان هيكون فيه ارخص من كده بكتير. بس احنا لازم اوريكم قبل ما تنزلوا دايما المنطقة سعرها كام. كل منطقة كده بتبقى ليها سعر لوحدها يعني، متوسط السعر فيها قد ايه. هنا برضو ملابس رجالي اهي، عشان الناس اللي بتقولي انتي مش بتصوري لنا رجالي، اهو على حسب ما بيقابلني. اكتر حاجة بتقابلني اصلا الملابس الحريمي والاطفال. هنا 50 جنيه بالنسبة للتيشيرتات دي، تيشيرتات كلها جديدة، ولكن هي مش ماركات، اعتقد ان هي مصري. تمام. هنا برضو ملابس اطفال، بصوا سويت شيرتات وبلوفرات، شوية حاجات كده حلوة. سعرهم هنشوفه دلوقتي كان ب110. تمام كده. هنا برضو شوية جواكت، شوفوا تقريبا ده كان سعره كام، هقول لكم دلوقتي حالا. بصوا كان تقريبا ب400 الجواكت اللي احنا شفناها دي. هنا برضو عندنا شميزات الرجالي ب150، ودي بالنسبة للماركات او البالة. هنا 150 برضو، ده رجالي، شايفين بلوفرات وحاجات كده. تمام. هنا الجواكت ب500، الجواكت الرجالي زي ما انتوا شايفين كده سعرها 500 جنيه اهو. تمام. انا طبعا مصوره لكم الكوتشيات، الناس اللي كانوا بيسالوني مصوره لكم كوتشيات عند بوجي، بس مش هنزلها الجوله دي، ان شاء الله في جوله تانية باذن الله. بيبقى عامل عروض حلوه قوي يوم الاحد، طبعا هتروحوا مش هتلاقوا نفس العروض، بس اهو انتوا تبقوا عارفين. بصوا قبل ما انسى، شفتوا الجزء بتاع جواكت البدل ده، عشان كان في ناس بيسالوني نلاقيها فين، انتوا بتلاقوها بالصدفه، بالصدفه البحته. احنا دلوقتي في شارع 26 يوليو، للمهتم انه يجيب جواكت بدل او بيدور عليها، ففي المنطقه دي هتلاقوا. تمام كده. بصوا دي حاجات للجيم اهي، الناس اللي كانوا بيسالوني ب200 جنيه قطعه. الناس اللي كانوا بيقولوا لي فيه بيقابلك لبس جيم ولا لا، في حاجات بتبقى حلوه برضو، سعرها في المتوسط اهوت كويس. تمام كده. نسيت طبعا كنت بقول لكم ايه، هنا 85 جنيه بالنسبه برضو للملابس الشتوي الحريمي. فبقول لكم انا مصوره لكم عند بوجي تعرفوا بس رينج السعر وكده. هنا ب75 دي سويت شيرتات برضو. هنا بقى العبايات الخليجي، دي عبايات خليجي حريمي اهي، دي بتبقى شغل بلات، بالة خليجي. تمام. دي بتبقى طالعه من البلات الخليجي. اما اللبس الحريمي والاطفالي وكده بيبقى مقسوم نصين، في حاجات بصوا دي ب175 قبل ما ننسى، في حاجات بتبقى بالة اوروبي، وفي حاجات بتبقى بالة خليجي، بتبقى طالعه من البالة الخليجي او الاوروبي. اما بالنسبه للعبايات دي بتبقى معروفه قوي انها طالعه من بلات خليجي. خلي بالكم معايا كده، خليكم مركزين. بصوا القطعه اللي على الوش دي بالتيكت اهي، عشان تبقوا عارفين مش لبس الوكاله كله ملبوس ومهلوك ولا اي حاجه، الكلام ده كله اشاعات يا جماعه. هنا السعر 35 جنيه اعتقد كده. اللبس ايه، عارفين، شتوي بس خفيف شويه. فمش عند اهو مسجد العاشر من رمضان اللي كنت بقول لكم عليه المره اللي فاتت في جوله قبل كده، برضو كنا في شارع 26 يوليو ده. هنا برضو شويه حاجات كده اطفالي ب75، ده شتوي. شوفوا رينج سعر الاطفالي اهو، بنطلع وننزل عند نفس السعر ده. بصوا دايما السلوبيتا دي بتبقى سعرها والجامب سوت دي بتبقى ب75. لو لقيتوها اغلى من كده سيبوها وهتلاقوها في مكان تاني بالسعر ده. يعني ده الفايدة اللي هتعود عليكم من مشاهدة الجولات كاملة، ان انتوا هتعرفوا رينج السعر بتاع كل حاجة، علشان ما يضحكش عليكم وتجيبوها في النهاية غالية، مع انكم نزلتوا وكالة البلح وحابين تجيبوها بسعر حلو. فعشان كده دي فايدة بقى ان انتوا تشوفوا الجولات اول باول. هنا بالنسبة للجواكت الرجالي ب450. طبعا اللي ما حطش لايك لحد دلوقتي ينزل حالا يحط اللايك ويشترك لو لسه جديد، علشان يوصل له احدث الجولات واحدث الفيديوهات والعروض اللي بتنزل على القناة دايما.
ويفعل جرس التنبيهات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. هنا بصوا في بناطيل كده حلوة جدا جدا ما شاء الله، كان سعرها 150 جنيه. تمام، كل ده بيقابلنا في الشارع ده. يعني انت لو مشيتي في الشارع ده بس تقدري تشتري كل الحاجات اللي انت عاوزاها او نفسك فيها، بس يكون السعر النهارده عجبك. يعني السعر اللي انت شايفاه ده سعر يوم الاحد، ومش هيتغير كتير ولا حاجة يوم الجمعة ولا اي يوم تاني. تمام، هنا برضو بصوا بناطيل اهي قابلتنا نفس رينج السعر كده. هنا 50 جنيه هتلاقوا بلوزات وحاجات صيفي على خريفي كده. انا بتمنى النهارده تكونوا استفدتوا. قبل ما نخلص بصوا الستاند ده عليه جيب بس ب150 جنيه، وبيقابلنا بالصدفه، علشان ما تسالونيش ممكن نلاقي فين، بيقابلنا بالصدفه. تمام، بتمنى يا رب جولتنا النهارده كده تكونوا استمتعتوا بيه، وبشكركم جدا، شكرا ليكم والسلام عليكم.